فأحد الأيام اتقدم شاب من الشباب لبنت جميلة معروفة بحسن خلقها وجمالها. كان الشاب مشهور بأخلاقه الحميدة وسمعته الطيبة. اتعرف الشاب على البنت دي خلال أحد المناسبات العائلية وأعجب بها كتير وقرر إنه يخطبها، وبالفعل وافق الأهل على الخطبة وتمت الموافقة عليهم. عاش الشابين فترة خطوبة سعيدة، وبعد بضعة أشهر تم تحديد موعد الزفاف. وجاء يوم الزفاف وكانت الأجواء رائعة جدا، وودع الأهل والأصدقاء العروسين وبدأت حياة زوجية جديدة. كانت حياتهم مليانة بالسعادة والهنا، إلا إنها بدأت الشكوك تتسلل لقلب الزوجة. لاحظت إن جوزها اتغير تجاهها من فترة، وكمان لاحظت إنه بيكلم صديقتها في التليفون، ولقت كمان رقمها عنده، ولما واجهته نفى إنه بيتصل بيها. في يوم من الأيام جالي الزوج اتصال وخرج من البيت. خرجت الزوجة ورا عشان تشوفه، وبالفعل شافته واقف مع صاحبتها وبيلتقي بيها. وهنا اتأكدت شكوكها وقالت في نفسها أنا كده ظبطته بيخوني مع صديقتي، بس هي ما كانتش تعرف ايه طبيعة العلاقة بينهم. وهنا جات لها فكرة شيطانية عشان تتخلص من جوزها، ما كانتش عايزة إن حد ياخده غيرها أو يسيبها. قررت إن هي تحط له السم في الأكل، وبعد ما أكل الأكل اتوفى على الفور. انتهت فترة الحداد، وبعد مرور أشهر قرر الأخ الأصغر للزوج إنه ينقض قرانه على زوجته. وبعد العديد من الضغوط وافقت الزوجة على الجواز. وفي ليلة الزفاف كشف الزوج سر كان بيخبيه عن شقيقه اللي توفى قبل كده، وأعد لها مفاجأة. كان بيخطط لها مع صديقتها حفل كبير للاحتفال بقرب عيد ميلادها، وإن هو حجز لها تذاكر سفر لقضاء أسبوع خارج البلاد. وهنا اتصدمت الزوجة لأنها حست بالظلم، وإن جوزها ما كانش بيخونها أبدا. ما تحملتش البنت دي الصدمة وقررت الانتحار من الدور العاشر، وهي بتقول قتلت الشخص اللي أحبني بصدق بسبب شكوكي وغيرتي الجنونية. العبرة من القصة الغيرة الزيادة، صراعات نفسية متعددة، وخطر على الحياة الزوجية. الثقة والتفاهم والاحترام بين الزوجين هي من ركائز الحياة الزوجية السعيدة. دمتم بخير.